وبتبدأ حكايتنا انه بعدها ب5 سنين بنشوف 3 حرامية في مملكة ماليفيسنت. الحرامية دول كانوا بيسرقوا الجنيات الصغيرة عشان يبيعوهم لشخص مجهول، وبعد ما سرقوا الجنيات الصغيرة كانوا لسه هيهربوا، لكن بتظهر فجأة ماليفيسنت وبتقدر توقف 2 منهم وتهجم عليهم. ولكن الحرامي التالت قدر يهرب بالجنيات وراح عند شخص مجهول يبيع له الجنيات مقابل الفلوس زي ما اتفقوا. والشخص المجهول ده بيشوف زهرة غريبة مع الحرامي سرقها من مملكة ماليفيسنت، والزهرة دي اسمها زهرة الضريح. فالشخص المجهول ده بياخد منه الزهرة كمان. وتاني يوم الصبح أورورا بتعرف بالكارثة اللي حصلت واختفاء بعض الجنيات بشكل غامض، والكائنات بتكون خايفة جدا لأن دي أول عملية خطف تحصل. فأورورا بتأمر بعمل اجتماع طارئ عشان يشوفوا الحوار ده، بس الأمير فيليب بيوصل ساعتها وبيقابل أورورا وبينزل نص ركبة وبيعرض عليها الزواج. وأورورا بتفرح جدا وبتوافق، والخبر بينتشر في المملكة كلها والكائنات بتبدأ تحتفل. وديجو لما بيعرف بيروح يبلغ ماليفيسنت، والخبر ده بيعصب ماليفيسنت جدا لانها خايفه اللي حصل ما بينها وما بين الملك ستيفان يتكرر تاني. فبتطير ماليفيسنت وبتروح لاورورا وبتحاول تقنعها ما تتجوزش من فيليب، ولكن اورورا مش بترضى تسمع كلام ماليفيسنت، وكانت بتحب فيليب، وعشان ماليفيسنت بتحب اورورا بتعتبرها بنتها وبتوافق. وبنروح لمملكه اولستيد، والامير فيليب بيبلغ ابوه وامه ان اورورا وافقت، والملك بيفرح جدا لان كده ممكن يحصل اتحاد بين المملكتين. والملك بيقرر يعزم اورورا على عشاء الاحتفال، وبسبب ما لسه مش عارفينه الملكة إنجريس عايزة ماليفيسنت تكون موجودة في الاحتفال. وبيجي يوم الاحتفال وبنشوف الملكة إنجريس وهي داخلة ممر سري، والممر ده بيودي لأوضة سرية، وهناك كان في حدادين بيعملوا أسلحة حديد. طبعا احنا عارفين ان الحديد نقطة ضعف ماليفيسنت. وبعدها الملكة إنجريس وهي لسه في الممر السري بتروح المختبر، وهناك كان في قزم بيعمل شوية أبحاث واختبارات عن الجنيات اللي اختفوا من مملكة ماليفيسنت، وده معناه ان الملكة إنجريس هي اللي سرقت الجنيات. وفي نفس المختبر إنجريس مخبية هناك مكنة الغزل اللي كان عليها اللعنة بتاعت ماليفيسنت، وشكل إنجريس ناوية على نية سودا. وبنروح لمملكة ماليفيسنت، وأورورا بتطلب من ماليفيسنت طلب بكل براءة وأدب، وهو إن ماليفيسنت تخبي القرون اللي عندها بالقماشة دي وهما في الاحتفال. وماليفيسنت بتوافق على طلب أورورا، مع إن ماليفيسنت بتتأذي شوية بسبب الحركة دي. وبعدها بتوصل ماليفيسنت وأورورا وديجو للمملكة، وكل العيال الصغيرة لما بيشوفوا ماليفيسنت بيخافوا منها وبيبعدوا، لكن ماليفيسنت بتتجاهلهم وبتدخل القصر الملكي، والأمير فيليب بيستقبلهم وبيرحب بيهم، وكله بيسلم على التاني ويقعدوا يتعشوا. وسريعا بيبدأ الاحتكاك بين ماليفيسنت والملكة إنجريس لما إنجريس اتكلمت عن وفاة الملك ستيفان وعن اللعنة اللي عملتها ماليفيسنت لأورورا وهي صغيرة. ماليفيسنت مش بتسكت وبتقرر ترد على الكلام اللي ملهوش لازمة ده، وبتتكلم عن الجنيات اللي اتسرقوا من المملكة عندها، وبتلمح إن الملكة إنجريس هي اللي أمرت إنهم يتسرقوا. وساعتها جنرال الجيش بيكلم الملك وبيعرفوا إنهم لقوا 2 من عمال مملكة أولستيد واقعين عند مدخل مملكة ماليفيسنت. وإنجريس بتقول أنا مستحيل أعمل كده، أنا حياة العمال بتوعنا أهم من شوية جنيات. وساعتها كان في قطة هتهجم على ديجو، لكن ماليفيسنت بتوقفها وبتشل حركتها في الهواء، وبتقول لإنجريس سيطري على حيواناتك دي. فالأمير فيليب بيتدخل وبيحاول يهدي مامته، وأورورا كمان بتحاول تهدي ماليفيسنت وتسيب القطة في حالها، والجو العام بيهدى شوية لحد ما إنجريس قررت تولع الجو تاني وتقول لأورورا لما تتجوزي ابني وتعيشي معانا هنا في القصر هيبقى ليكي عيلة حقيقية وهتحسي بحنان الأم الحقيقي. وماليفيسنت بتتعصب وبتفقد أعصابها من الكلام ده، وبتقوم وبتطلع هالة خضرة منها وبتشل حركة الحراس اللي كانوا عايزين يهاجموها. وماليفيسنت بتقول إن المملكتين مش ممكن هيتحدوا، وبتقول لأورورا مفيش جواز وهترجعي معايا. وفي نفس اللحظة الملك بيقع من طوله وبيفقد الوعي، وإنجريس بتتهم ماليفيسنت إنها لعنت الملك، وماليفيسنت بتنكر الكلام ده وبتقول إنها ما عملتش حاجة، بس أورورا بتصدق إن ماليفيسنت لعنت الملك فعلا، وبتقول لماليفيسنت إن اللي حصل ده كله بسببك وغلط منك. وبتقرر أورورا إنها تفضل موجودة معاهم، وماليفيسنت بتحس إنها اتخانت من أورورا وبتقرر تمشي مع زيجو. ومساعدة الملكة بتطلع لأحد الأبراج وبتستخدم القوس بتاعها وبتضرب ماليفيسنت بسهم حديد، فماليفيسنت بتتأذى وبتفقد السيطرة وبتقع في المية. ومساعدة الملكة بتشوف ماليفيسنت على وش المية وبتروح مع الطيار، بس بيظهر كائن مش معروف بجناحات في السماء وبيشيل ماليفيسنت وبيطير بيها وبينقذها. وفي قصر الملك الخدام بيشيلوا الملك وبيودوه اوضته، وبيبقوا عايزين يجيبوا الدكتور علشان يجي يشوف لعنة ماليفيسنت اصابته فين بالظبط، لكن إنجريس بترفض ان في دكتور يجي. وفيليب بيقترح ان إنجريس تبوس الملك يمكن ده يكسر اللعنة، وإنجريس بتعمل كده فعلا بس مفيش حاجة حصلت. فأورورا قررت تروح لمملكة ماليفيسنت عشان هي معتقدة ان ماليفيسنت هي اللي هتقدر تفك اللعنة وهتتوسل ليها عشان تفك اللعنة. لكن أورورا لما بتروح هناك مش بتلاقي ماليفيسنت، مش بتلاقي غير زيجو اللي بيقول لها ان ماليفيسنت ما ظهرتش من ساعة ما كانت في قصر الملك. وبنروح
بتروح لميليفيسنت اللي بتصحى وبتلاقي نفسها مصابة وما كانتش تعرف هي فين، وبتتجول في المكان وبتقابل مئات من الكائنات اللي كانت شبهها واللي اسمهم بالمناسبة جن الظلام. وبتقابل كونيل وده اللي أنقذ ميليفيسنت من الغرق. وكونيل كان عنده خلاف مع البشر وعايز يحله بشكل دبلوماسي، ولكن في واحد اسمه بورا كان عايز الحرب وعايز يعتمد على قوة ميليفيسنت عشان يهزموا البشر. والجدل اللي بيحصل ده ميليفيسنت ما كانتش فاهمة منه أي حاجة، فكونيل بياخد ميليفيسنت في جولة وبيعرفها على أصحاب المكان وبيقول لها ده المكان اللي اتولد فيه كل الكائنات دي من الظلام بما فيهم ميليفيسنت. وبيقول لها كونيل كمان إن قبل وصول البشر الكائنات اللي من الظلام دول كانوا أحرار وعايشين في العالم كله براحتهم، ومع وصول البشر بدأوا القضاء علينا واحد ورا التاني، فاحنا قررنا نعيش بعيد عن البشر عشان ما يأذوناش. وبعد ما حكى لها القصة دي كونيل قال لها أنا معتمد عليكي عشان تنشري السلام ما بيننا وما بين البشر، عشان كل واحد فينا يقدر يعيش في سلام بدون خوف وبدون حرب زي ما ميليفيسنت عملت بالظبط في مملكة الملك ستيفان. وكونيل عشان يقنعها أكتر بياخد ميليفيسنت للعنقاء اللي خلفت كل الكائنات دي من الظلام. وكونيل بيقول لها انتي آخر واحدة جيتي من العنقاء وعشان كده انتي قوية ومميزة، وهي الوحيدة اللي تقدر تنشر السلام ما بين البشر وجن الظلام بحيث يقدروا يعيشوا على سطح الأرض عادي مش تحت الأرض. وفي قصر الملك إنجريس بتروح للمساعدة بتاعتها عشان تسألها إذا كانت ميليفيسنت ماتت ولا لأ، وبتعرف إنجريس إن في حد أنقذها من المية. وإنجريس بتقلق جدا لأن كده ميليفيسنت هترجع للانتقام منها، فبتنبه كل المحاربين إنهم يكونوا مستعدين وبتأمر الحدادين إنهم يستخدموا كل الحديد اللي في المملكة في صناعة الأسلحة. وصبح أورورا بتيجي لإنجريس وبتقول لها أنا ما لقيتش ميليفيسنت وبتتأسف لها على كل اللي حصل، بس إنجريس بتقول لها أنت مالكيش ذنب في اللي حصل وعشان نتخطى اللي حصل ده لازم تحضري نفسك للجواز. وأورورا بتقتنع بكلامها وبتوافق. إنجريس بتروح للمختبر السري وبتقابل القزم، والقزم كان قدر يصنع مادة حمراء تقدر تقضي على أي جنية. والقزم عمل المادة دي من زهرة الضريح اللي بعت حرامي يسرقها من مملكة ميليفيسنت ومزج الزهرة بالحديد. وإنجريس كانت عايزة تشوف نتيجة المادة دي وبتأمر يستخدم المادة الحمراء على جنية من الجنيات اللي خطفوها، وفعلا لما بيستخدم المادة على الجنية فورا بتموت وبتبقى تراب. إنجريس عجبها قوي السلاح ده وأمرت الجنود إنهم يروحوا لمملكة ميليفيسنت ويسرقوا منها كل زهور الضريح. وميليفيسنت بتقدر تحس بالجنود وهما بيسرقوا الزهور، وده لأن الزهور دي عبارة عن أرواح الجنيات اللي ماتوا وبتطير ميليفيسنت هي كونيل وبورا، ولكن لما وصلوا كانت كل الزهور اتاخدوا. وبورا بيستخدم اللي حصل ده كحجة عشان يخلي ميليفيسنت تهجم على مملكة البشر. ولكن وقتها الجنود بيخرجوا من المكان اللي كان مستخبين فيه وبدأوا يهاجموا ميليفيسنت بطلقات حديد، بس كونيل بيضحي بنفسه وبينقذ ميليفيسنت بياخد هو كل الهجوم مكانها. وبعدها ميليفيسنت عملت جدار عازل عشان يحميهم، وبورا بعدها راح مهاجم كل الجنود دول، لكن في جنود قدروا يهربوا وشالوا كل الزهور اللي قدروا عليها وودوا الزهور دي عند الملكة إنجريس علشان تقدر تصنع من الزهور دي ترسانة من قنابل وقوس وسهام. وبعدها ميليفيسنت وكونيل وبورا بيرجعوا لعش جن الظلام، والدكاترة بيحاولوا يعالجوا كونيل، بس كل اللي قدروا يعملوه انهم قدروا يطولوا عمره شوية صغيرين. وبسبب وفاة كونيل كل جن الظلام بيتجمعوا عشان يعلنوا حرب على البشر وبيبدأوا يحضروا نفسهم للمعركة. وعلى الناحية التانية إنجريس بتصر ان الفرح بتاع أورورا وفيليب يتعمل حتى والملك في غيبوبة، وبتأمر المساعدة بتاعتها بإصدار إعلان رسمي بميعاد الفرح في المملكتين، وكل كائنات مملكة ميليفيسنت معزومين للفرح. وبيجي يوم الفرح وكله بيروح القصر عشان يحضروا الفرح بما فيهم الكائنات السحرية، ولكن لسبب ما إنجريس أمرت إن الكائنات السحرية والجنيات تدخل القصر الأول ومش بيرضوا يدخلوا زيجو لأن شكله بشري. وبعدها فيليب بيزور أورورا في أوضتها وبيديها زهرة الضريح، وأورورا بتقدر تتعرف على الزهرة دي وإنها من مملكة ميليفيسنت، فبتسأل فيليب أنت جبت الزهرة دي منين؟ فقال لها ماما اديتها لي. وأورورا أما عرفت على طول بتشك إن في حاجة غلط وبتروح لأوضة إنجريس وبتقدر تكتشف الممر السري وبتدخل وتشوف هناك مكنة الغزل، وبتدخل لا إراديا في نفس النشوة واللعنة اللي حصلت لها أما كان عندها 16 سنة وكانت على وشك تلمس الإبرة، ولكن القزم بيوقفها وبيأمرها تمشي من هنا، بس هي بتشوف الجنيات محبوسين فبتأمره تحررهم. إنجريس في الوقت ده بتظهر، وأورورا ساعتها بتكتشف إن إنجريس سحرت الملك واستخدمت نفس مكنة الغزل عشان الملك يتلعن وبيدخل في النوم الأبدي. وإنجريس عملت كده عشان تقدر تدين ميليفيسنت، وبما إن أورورا عرفت سرها إنجريس بتأمر الحراس إنهم ياخدوا أورورا ويحبسوها. وبنروح للكائنات السحرية اللي في القاعة والجنود بيقفلوا عليهم الباب من غير ما يحسوا، وبمساعدة الملكة بتقعد تعزف على البيانو، ومع كل مفتاح بتلمسه المادة الحمراء بتظهر في الجو، والمادة دي بتدمرهم جامد وبتأذيهم، وحتى المحاربين الأقوياء مش بيقدروا يستحملوا. وأورورا لما سمعت الأغنية دي في القاعة طلعت البلكونة وفهمت اللي بيحصل، وبتستخدم القماشة كحبل عشان تهرب من أوضتها، وبتدخل بالغلط أوضة الملك وبتقابل فيليب هناك. وفي نفس الوقت جن الظلام
كانوا بيقربوا من قصر الملك عشان يهجموا عليهم، وإنجريس أول ما شافتهم أمرت رجالتها فورا بالهجوم، والجنود هاجموهم بقنابل جواها المادة الحمراء اللي بمجرد ما تلمس جسم أي جن بيتفتت جسمه فورا. وبورا كان شايف إنهم كده بيخسروا ولو استمروا في التقدم هيموتوا، فبيأمر الجميع بالتراجع فورا وبيأمرهم يتقسموا كذا مجموعة تهاجم من تحت القصر ومجموعة تهاجم من عند الشلال. وقدروا بالخطة دي يخترقوا دفاع خط الجيش بتاع إنجريس، بس البشر كانوا متوقعين الحركة دي وكانوا مجهزين فخاخ وبيهاجموهم بشبك حديد وبالونات متعبية المادة الحمراء وبتنفجر في الهواء. بس بالرغم من كل ده جن الظلام قدروا يدمروا دفاعاتهم وبيدخلوا المملكة وبيحاولوا ينقذوا الكائنات السحرية اللي في القاعة. وأورورا بتشرح لفيليب اللي أمه عملته وبتوريله علامة إبرة مكنة الغزل اللي في صباعها وعلى دراع الملك كإثبات إن إنجريس شكت الملك بالإبرة ولعنته بالنوم الأبدي. وفيليب بيتصدم وبياخد بعضه وهو متعصب وبيواجه أمه وكان بيحاول يوقفها عن اللي هي بتعمله، بس إنجريس أمرت الجنود إنهم يحبسوا ابنها. ففيليب بينط على واحدة من البالونات عشان يعرف يهرب، بس جنرال الجيش قدر يمسك فيه ونزلوا هما الاتنين في الحديقة. وفيليب بيفهم الجنرال اللي أمه عملته وبيحاول يضم الجنرال لصفه، وبورا على الناحية التانية شايف إن الجنرال واقع على الأرض فبيقرر يهجم عليه وبيديله لكمة قوية في وشه. واما الجنرال فاق مسك القوس وضرب طلقات حديد على بورا بتجيبه الأرض، بس بورا قدر يستحمل الطلقات دي وقام تاني عشان يخلص على الجنرال. بس فيليب بيرفع عليه السيف وبيوقفه وبيقول له فيليب إنه عايز السلام مش عايز حد يتقتل تاني. وبيستغرب بورا اللي فيليب عمله وبيسيبه وبيمشي من غير ما بيعمل له أي حاجة. وفي عش جن الظلام كونيل وهو في آخر أنفاسه كان بيحاول يقنع ميليفيسنت تتخلى عن الحرب، بس لحظة ما كونيل مات قدام عينيها ميليفيسنت بتتضايق جدا والغضب بيسيطر عليها وبتروح لمكان المعركة. وفي القاعة الجنية فيلات بتقرر تضحي بنفسها عشان تنقذ الباقي وبتدخل الأنابيب اللي بتطلع المادة الحمراء وبتحول نفسها لزهور زرقاء عشان تسد الأنابيب. واخواتها ديسوس وجريس كانوا عايزين ينتقموا لأختهم وبيروحوا يهاجموا مساعدة الملكة وبيوقعوها من فوق وبتموت. وأورورا وديجو بيجروا على القاعة وبيحاولوا يشيلوا الحاجز اللي قافل الباب، ولكن الجنود بتتدخل وبيمنعوهم. وفي نفس الوقت في ضوء أخضر بيجي من السماء وديجو بعدها بيتحول لدب أسود كبير، وده لأن ميليفيسنت وصلت لساحة المعركة وداخلة بكامل قوتها وبتبص لأورورا في عينيها وبتبدأ الهجوم على الجنود وبتكتسح الجنود بكل سهولة وبتحرر كل جن الظلام اللي اتحبسوا من الفخاخ بتاع البشر. والكراهية والغضب سيطروا على ميليفيسنت بالكامل وبتقضي على عدد كبير من الجنود. وديجو هو دب بيفتح باب القاعة وبيحرر الكائنات السحرية، وبعدها ميليفيسنت بتتجه ناحية الملكة إنجريس، بس أورورا كمان بتوصل وبتحاول توقف ميليفيسنت، لكن إنجريس عمالة تستفز ميليفيسنت. وأورورا بتتأسف لميليفيسنت إنها شكت فيها وبتكلمها بصفتها أمها لأول مرة. وميليفيسنت ساعتها بتهدى شوية بعد ما أورورا قالت لها إنها أمها، لكن إنجريس بتستغل إن ميليفيسنت مش مركزة معاها وبتضرب سهم في اتجاههم. وميليفيسنت بتاخد بالها وبتبعد أورورا وبتاخد هي السهم مكانها، وبيطلع إن السهم كان فيه المادة الحمراء وبتموت ميليفيسنت وبتتبخر قدام أورورا. وأورورا بتعيط عليها ودموعها بتقع على رماد ميليفيسنت، وإنجريس بتضايقها وبتقول لها خلاص ميليفيسنت تعيش انتي. وأورورا كانت عايزة تحجمها بس الجنود بيمسكوها، بس ساعتها الرماد بتاع ميليفيسنت بيتجمع تاني وبيقعد يلف في دوامة وبيظهر بعدها تنين العنقاء من الرماد بتاع ميليفيسنت. وإنجريس لما شافت التنين بتخاف جدا وبتزق أورورا من فوق علشان تنين العنقاء يروح وراها وهي تستغل الفرصة وتحاول تهرب، لكن إنجريس بتلاقي نفسها محاوطة ببورا وكائنات جن الظلام، وبره تنين العنقاء بيقدر ينقذ أورورا في آخر لحظة وبتفديها بجسمها وبتاخد هي الضربة ساعة السقوط. وبعدها ميليفيسنت بترجع لشكلها الأصلي وبتحضن أورورا وكل الكائنات بتنحني لميليفيسنت، والقزم بيتخلى عن خدمته لإنجريس وبيروح يحرر الكائنات السحرية اللي حبسهم عنده وبياخد الإبرة الملعونة وبيديها لميليفيسنت. وميليفيسنت بتستخدم قوتها وبتبطل اللعنة في الإبرة دي للأبد وبتحول الإبرة ومكنة الغزل لتراب، وبالطريقة دي بيصحى الملك من النوم الأبدي. والأمير فيليب بيقول إن الحرب انتهت ومن هنا ورايح البشر وجن الظلام هيعيشوا سوا. وميليفيسنت بتحتفل وبتستحضر شجر وورد في جميع أنحاء المملكة، وواحد من الفروع الشجر بيسحب إنجريس من جوه القصر وبيخليها تقع على الأرض، وميليفيسنت بتحول إنجريس المعزة. وبعدها السلام بيعم في المملكتين وفيليب بيتجوز أورورا وبيعيشوا كلهم في سلام.